السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله نحل التقييم الأسبوع السادس اليوم. أول حاجة نبدأ بالمجموعة ألف. أول سؤال هيجيلنا طبعا اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. طيب هنمسك أول سؤال. في الشكل المقابل طبعا جاي لي زاوية وفي منصف. قياس الزاوية، قدامنا الزاوية بي اي سي. طبعا ملاحظين في شعاع منصف لزاوية الايه، فبقول لي تم تنصيف قياس زاوية بي اي سي باستخدام الفرجار والمسطرة بالمنصف. طبعا هنلاحظ الشعاع اللي طالع من المنتصف اللي هو ايه، اي اف. هندور الشعاع اي اف، هتبقى الإجابة رقم واحد. يبقى طبعا المنصف بيكون خارج عن طريق فيه هنا الزاوية مقسومة إلى نصفين أي يسمى منصف. طبعا زاويتين متساويتين في الايه، في القياس. رقم اتنين، صورة النقطة سالب واحد وأربعة بالانعكاس حول محور إكس. طبعا أول حاجة لما يجي لنا كلمة انعكاس هنفتكر القاعدة بتاع الانعكاس. لما يجي لي إكس وواي، انعكاس حول محور الإكس، يبقى نغير الإحداث الواي. يبقى طبعا هنغير مين؟ الواي. طيب السالب واحد هيثبت زي ما هو أهو سالب واحد، ونغير الإحداث الواي سالب أربعة. طب نفترض أنا نسيت التحويلة، أقوم راسم محور سريع كده، محور إكس وواي، والنقطة مثلا هنا سالب واحد وأربعة. طبعا اما يعكس حول محور إكس يبقى النقطة ديت نفس المسافة هتكون في الأسفل، يبقى نفس المسقط. يبقى نلاحظ اللي هي سالب واحد وسالب أربعة. طبعا كده حلينا أولا. هنشوف بقى ثانيا أجب عن الأسئلة التالية باستخدام الأدوات الهندسية. ارسم زاوية ABC قياسها 150 درجة، ثم نصفها بالمنصف BD، ثم تأكد باستخدام المنقلة إن المجهر قياس زاوية ABD نفس قياس زاوية CBD. طيب أول حاجة لما نيجي نرسم زاوية هنستخدم المسطرة، وهنعمل خط، قطعة مستقيمة، ونبدأ نعمل هنا إيه، علامة الشعاع. يبقى لازم نعمل لها بداية ونبدأ نجيب المنقلة. طيب المنقلة طبعا لها قياسين، فاحنا معانا المنقلة هنبدأ نركزها عند النقطة، نقطة البداية اللي تسمى رأس الزاوية. وهنبدأ نقيس طبعا من الصفر من الداخل، لأن في طبعا قياسين، في صفر في الخارج وفي الداخل. فأول صفر طبعا هو هنا على المسقط اللي في الطرف الأيمن، هنقيس لحد 150، صفر 10 20 لحد ما أوصل 150 درجة. طبعا 150 يعني هنحاول نجيبها بالظبط أهي بالظبط. يبقى ناخد نقطة ونوصل بإيه، بالمسطرة. ده أول حاجة. يبقى دي كده كام؟ 150 درجة. يبقى قياس زاوية طبعا هنكتبها بالرموز ABC. اختار مثلا دي الايه، هنا البي او السي، فممكن ابدل السي مع الايه، مفيش مشكله. هنا بقول لي طب عايزين نعمل لها تنصيف. طب هبدا انصف ازاي؟ طبعا هنجيب الفرجار، هنبدا نرتكز بالسن عند الراس. طبعا نفتح فتحه اكبر، يعني اي فتحه عاديه المهم تكون ايه، يعني واضحه. وهنبدا ناخد قوس كده، قوس كبير هيقطع الشعاعين، ادي نقطتين. هنرجع نقف بالسن هنا تاني، هنا وهنا مرة. طيب ممكن أزود الفتحة شوية مفيش مشكلة، بس أكون أثبتها معايا برضو هنا، ونفس الفكرة في النقطة التانية. هنعمل قوس، ونفس القوس في الطرف التاني برضو. هنقف هنا وهنبدأ نوصل برضو لحد ما يتقابلوا في نقطة، وبالتالي لاحظنا إن في نقطة تقاطع بين القوسين. هنبدأ نوصل بالمسطرة، هطلع من نقطة الرأس إلى نقطة التقاطع. يبقى احنا كده عملنا عملية تنصيف ال 150 درجة. فطبعا هنلاحظ إن الزاويتين دول مالهم متطابقين. يبقى لو جينا نقيسها طبعا بالمنقلة هنلاحظ إن كل زاوية هتتقسم، يعني المفروض ال 150 هنقسمها على الاتنين هتبقى كام؟ 75 درجة. عايزين نتأكد طبعا هنجيب المنقلة ونحط برضو المنقلة عند الرأس. هنلاحظ اللي هيجي بالظبط عند 75. ولو جينا نقيس برضو القياس التاني برضو
هنلاحظ اللي هي 75 درجة. يبقى احنا كده عملنا عملية تنصيف عن طريق المنصف. طبعا بي دي يبقى خارج من رأس بي إلى النقطة دي. وطبعا استخدمنا المنقلة، احنا قسنا كده الزاويتين لأنهم كل زاوية كام؟ 75 75، وفعلا مجموعهم هيدينا كام؟ 150 درجة. وبكده انتهينا من رقم واحد في ثانيا. هيجي لي برضو رسمة تانية، ارسم المثلث مديني إحداثيات النقاط A و B و C، ثم ارسم صورته بالانعكاس حول محور X. طبعا هنمسك أول حاجة نبدأ بالنقطة A، 0 و3. هنعمل سهم ونكتب قاعدة انعكاس حول محور الإكس، يبقى نسميها إيه؟ شرطة. طبعا هنغير الإحداث الواي، انعكاس حول محور إكس بنغير الإحداث الواي، يبقى هنغير التلاتة إشارتها هتبقى -3. طب بالنسبة للنقطة B معانا 4 و0، نفس الفكرة انعكاس حول محور إكس، يبقى إذا البي شرطة هتبقى 4. طبعا الصفر ما بتغيرش. نقطة C 4 و5، يبقى انعكاس حول الإكس هيبقى C شرطة، هنحط بنفس الفكرة هنغير الإحداث الواي يبقى 4 -5. طيب هنبدأ نرسم بشكل. هنعمل محورين، ادي محور اكس ومحور واي. عندنا محور رأسي ومحور أفقي ادي الاكس، وهنا الواي. هنكتب يعني هنا 1 2. هنكتب نقط موجبة، وهنا طبعا نكتب الإحداث بالسالب. كذلك هنا هنكتب على الإحداث الواي. أول نقطة معانا اللي هي هنرسم المثلث الأول، المثلث اللي هو ABC 0 و3. يبقى هناخد نقطة هنا طبعا، و4 و0 4، وهنا 0 4 و5 هطلع لحد قصاد الخمسة بالظبط. هنبدأ نرسم بالمسطرة، هنوصل النقطة الأولى بالتانية، وكده كوننا شكل مثلث. طبعا هنكتب النقاط، يبقى A 0 و3 يبقى دي النقطة A، والبي 4 و0، وهنا السي. أنا طبعا بقول لي ارسم المثلث حيث الA والبي سي، وعايزين صورته ارسم برضو صورته بالانعكاس. هنبدأ نجيب الA شرطة 0 و-3، والبي شرطة 4 و0 هي نفسها، يبقى البي هي نفسها البي شرطة، الاتنين واحد. سي شرطة 4 و-5 هنزل لحد -5، هنا الإحداث هيكون هنا. ونبدأ نوصل المثلث. هنلاحظ إن المثلث ABC هو صورته بالانعكاس، يبقى المثلث ده الأصل ودي الصورة، يبقى فعلا دي انعكاس حول محور مين؟ الإكس. هنبدأ بقى نشوف السؤال رقم 3. ارسم المثلث ABC الذي فيه طول AB 8 سم. طيب احنا أول حاجة هنجيب المسطرة ونقيس كام؟ 8 سم. هنبدأ من الصفر لحد ال8، يبقى أنا كده قست 8 سم. طبعا لازم نكتب AB، ده أول معلومة معانا. طيب بيقول لي بيساوي 8 سم، بيقول لي هنا إن قياس زاوية B ب30. طيب فين البي؟ هنحاول نحسنها شوية الرأس ونجيب المنقلة، هنقيس زاوية 30. طبعا هنا هنقيس من على اليسار، ليه؟ لأن الصفر هو اللي على الخط، يبقى نبدأ نقيس لحد 30. ناخد نقطة ونوصل الرأس بالنقطة، تمام. هنبدأ ناخد زاوية 60 درجة، هاجي عند وارتكز بالمنقلة برضه، وأقيس زاوية 60، هطلع لحد 60. طبعا الخطين هيكونوا يعني الخط ده ممتد للأعلى والأعلى عادي، المهم يتقاطعوا فين؟ في النقطة C. يبقى أول زاوية أكتب عليها 60 درجة، وهنا زاوية B 30 درجة. فطبعا احنا رسمنا المثلث عن طريق ضلع وزاويتين، والزاويتين طبعا رأسهما هما
البداية A ونهايتها B. استخدم المنقلة لقياس الزاوية الثالثة. طبعا هو طالب مني زاوية C، هنقيسها. هنجيب المنقلة وهنرتكز بنقطة المركز رأس الزاوية، هنثبتها بالظبط. هتلاقيها طالعة معانا كام؟ 90 درجة. يبقى لاحظنا اللي هي كام؟ 90 درجة. يبقى طبعا هنقول له قياس الزاوية الثالثة هتساوي كام؟ 90 درجة. كده احنا خلصنا ايه؟ الثلاث أسئلة. هنبدأ نشوف النموذج باء. يبقى احنا كده النموذج ألف انتهى، هنشوف بقى النموذج باء. أولا اختر الإجابة عند تنصيف بي اي سي. طبعا قدامنا زاوية بي اي سي في منصف نقطتين اهو، يعني الزاوية دي مقسومة نصفين، وفي طبعا شعاع خارج من النصف اللي هو مين؟ اي اف. يبقى لاحظنا المنصف اللي هو الشعاع اي اف. هندور طبعا هنا قسم الزاوية نصفين، فهو المرة دي غير النموذج الأول. قال لي نجد أن قياس زاوية بي اي اف طبعا هو بيقول لي الزاوية دي، نجد أن دي بتساوي قياس زاوية مين؟ طبعا هنقول له الزاوية المجاورة لها اللي هي ايه؟ اف اي سي أو سي اي اف. طبعا هندور هنا، بقول لي طبعا بي اي سي، هل تنفع بي اي سي؟ لا طبعا. طب هل هتساوي 2 قياس زاوية بي اي سي؟ يعني الزاوية اللي فوق دي برضه بقول لي بتساوي 2 قياس زاوية بي اي سي؟ لا طبعا. طب هل هتساوي ضعف اي اف؟ اي اف طبعا إجابة خاطئة برضه. هنلاحظ اللي هي بتساوي نص مين؟ بي اي سي. يبقى فعلا ان الزاوية اللي هي دي اي اف بتساوي نصف قياس الزاوية مين؟ الكبرى اللي هي بي اي سي. طيب صورة النقطة 4 و1 بالانعكاس حول محور إكس. قلنا طبعا أول ما نشوف محور إكس نغير الإحداث الواي بإشارته على طول. يبقى نشوف 4، يبقى الواحد هتبقى إيه؟ -1. طب لو قال لي محور واي نغير إشارة مين؟ الإكس. دي كده أولا. هنخش على النموذج بقى. باستخدام الأدوات الهندسية عايزين نرسم مثلث اي بي سي. مديني زاوية قياسها 100 الزاوية طبعا إيه؟ 110. يبقى أول حاجة هنجيب المسطرة، نعمل قطعة مستقيمة. ممكن ارتكز هنا نقطة الرأس أو هنا. فطبعا هنا بقول لي 110، ممكن أحط نقطة الرأس هنا. يبقى أعمل هنا أول حاجة أحط البي، وهنا طبعا إيه؟ السي. طب الزاوية دي كام؟ 110. هاجي المنقلة وأقف عند الرأس بي. يبقى لازم أقف عند الرأس مين؟ بي. طبعا اللي في النص ديت هي دي الرأس. ونبدأ نقيس زاوية 110. طبعا هبدأ من القياس من عند الخط على الصفر. فين الصفر؟ في الداخل. يبقى أبدأ اسم الداخل 110. يعني هنحاول نظبطها شوية اهو. 110. يبقى هنا A B C. طبعا نعمل هنا شعاع بدل ما هي زاوية بس، ثم نصفها بالمنصف بي دي. طبعا عشان نجيب المنصف هنستخدم الفرجار. أول حاجة هنجيب الفرجار ونرتكز عند نقطة الرأس اللي احنا كنا واقفين بالمنقلة عندها، وهنبدأ نعمل قوس تقاطع. يعني هنحاول نعمل قوس كبير كده تقاطع مع الضلعين. يبقى تقاطع في النقطة الأولى والنقطة الثانية. هرجع برضو أمسك هقف بالسن عند نقطة التقاطع الأولى، وممكن نزود الفتحة شوية عادي مفيش مشكلة، أو نفس الفتحة اللي فتحناها في الأول كده. أول قوس وأرجع تاني هنا وأرتكز هنا نفس الفكرة، وهنكمل القوس برضه. يبقى لاحظنا إن هنا الزاويتين يبقى الزاوية تتنصف لزاويتين بالظبط. تعالى هنقيس بالمسطرة. هنوصل طبعا من نقطة المركز بنقطة رأس الزاوية إلى نقطة التقاطع، ونحاول نظبطها شوية كده أهي. طبعا الزاوية دي قياسها كام؟ 110. 110 لو قسمناها على الاتنين هتطلع كام؟ 55 درجة. هنتأكد إن قياس الزاوية الأولى بتساوي قياس الزاوية الثانية، لأن هنا طبعا بيقول لي بيستخدم المنقل. تمام. هنيجي هنا نفس الفكرة، هنقف
نلاحظ إن الزاوية فعلا بين ال50 وال60 هتبقى 55، وهنرجع برضو نقيس هنا نفس الفكرة. هنقف بالسن، وأهم حاجة الصفر يكون على نفس الضلع. هنلاحظ برضو اللي هي كام؟ 55. يبقى إيه؟ لاحظنا إن الزاويتين مالهم متساويتين، يبقى لازم الصفر هنا بالظبط. وهنلاحظ إن الزاويتين 55 و55. يبقى اتأكد إن مجموعهم هيطلع كام؟ نفس قياس الزاوية اللي هي 110. هنشوف السؤال رقم 2. ارسم المثلث ABC. هنحتاج كراسة اللي هي الرسم البياني. هنرسم ادي محورين، محور اكس ومحور واي. واحد، هتبقى الكراسة من 3 4. وهنكتب الاكس بالسالب، الإحداث السالب، وهنا الإحداث الموجب. أول حاجة إحنا هنشوف بالانعكاس حول محور واي. هو عايز يعمل انعكاس حول محور واي. المفروض إحنا هنجيب كل نقطة، يعني أجيب الإحداث بتاعها 0 و3. هطبق الانعكاس، انعكاس حول واي. يبقى نسمي شرطة. هنغير الإحداث السين. طب الصفر ما بتغيرش، يبقى 0 و3. طيب النقطة B 4 و0، هنعمل لها انعكاس كذلك، يبقى البي شرطة. يبقى نغير الإحداث الإكس، يبقى -4 ونسيب الصفر زي ما هو. آخر نقطة معانا اللي هي السي 4 و5، هنغير الإحداث الإكس، يبقى السي شرطة -4 و5. فطبعا نركز في حتة انعكاس حول الواي على الإكس. الواي يبقى غيرنا مين؟ الإكس. أصبح بعد كده هنمثل النقاط دي. طبعا أول حاجة 0 و3، يبقى هنشوف الصفر والتلاتة. ده أول نقطة A. بعد كده هنجيب البي، يبقى هرسم المثلث الأول 4 و0، 4 و5. يعني هنطلع مش مشكلة، تبقى هنا في الرسمة اهي 4 و5 دي سي. هنوصل ما بينهم بالمسطرة. كده أنا رسمت المثلث الأول. طبعا هيبقى في انعكاس حول الواي، المفروض يكون في الطرف في الأيسر هنا، في الجانب الأيسر. طب هنشوف كده الكلام ده مظبوط. أول حاجة 0 و3 نفس الإحداث، يبقى الإيه هي الإيه شرطة. طيب -4 و0 نفس الفكرة، هي -4 و0. -4 و5 يبقى نفس الكلام. هنوصل دي برضو بالمسطرة، وكده المثلث حصل له انعكاس حول محور واي. هنكمل برضو السؤال الثالث في النموذج بقى. ارسم المثلث ABC الذي AB 8 4 سم ومدينا قياس زاويتين. طبعا لما ادينا طول هنبدأ بالطول الأول بالمسطرة، هنقيس 4 سم. يبقى ابدأ من الصفر لحد الأربعة. يبقى ده أول قياس معانا، يبقى AB 4 سم. بعد كده هنقف بيقول لي الميجر قياس زاوية B ب60. طبعا هقف الأول هنا، مثلا أبدأ بالبي. هنجيب المنقلة ونقف بالسن اللي هو المركز بتاع المنقلة. هنقف هنا بالظبط، لازم يكون على خط الصفر طبعا على الأيسر. يبقى أبدأ أقيس من الخارج. طبعا هنقيس زاوية كام؟ البي 60. يبقى أوصل 0 10 20 لحد ما أوصل لزاوية 60. يبقى نقيس لقياس زاوية 60، وهنرجع نمسك المنقلة برضه ونقف عند ال A ونجيب زاوية 30. هنقف هنا بالظبط ونقيس زاوية 30 درجة. هنبدأ من الصفر من الداخل 0 10 20 لحد ما أوصل كام؟ 30. وصلنا بين بالمسطرة. كده احنا هنسمي ABC. يبقى هنا أول زاوية ال A 30 درجة وال B 60 درجة. طبعا هو بيقول لي أنا عايز تستخدم المنقلة تقيس للزاوية الثالثة. حاضر. يبقى احنا هنيجي عند السي ونقف
هنلف المنقلة نقطة الارتكاز، هنحاول ناخد الصفر سواء من اليسار أو اليمين، المهم نقف عند إيه؟ النقطة ده. طبعا قسنا دي لأنها كام؟ قائمة 90 درجة، يبقى نقول له قياس الزاوية الثالثة هتساوي كام؟ أدي 90 درجة. وبكده إيه؟ خلصنا النموذج بقى. هننتقل للنموذج ج. أول سؤال معانا في الشكل المقابل برضو نفس الزاوية، عند تنصيف زاوية BAC باستخدام الفرجار والمسطرة نجد أن قياس زاوية BAC طالب الزاوية دي، نجد أنها إيه؟ هتساوي قياس زاوية مين؟ طبعا بقول هنا أول رقم ألف BAF. يعني هل الزاوية الكبرى دي بتساوي الصغيرة دي؟ لا طبعا. طيب 2 قياس زاوية BAC يعني بقول لي هي نفسها بس متضاعفة؟ لا طبعا خطأ. رقم ج 2 قياس زاوية EAF بقول لي بتساوي ضعف الزاوية دي، ففعلا لأن الزاوية الكبرى اللي هي BAC بتساوي 2 في قياس الزاوية مين؟ الصغرى. يبقى فعلا هتساوي ايه؟ ضعف الزاوية الصغرى. دي كده أول حاجة في اختر. يبقى احنا كده خلصت اختر، ونكمل الجزء الباقي ثانيا. باستخدام الأدوات الهندسية ارسم القياس زاوية، عايزين نرسم في زاوية ABC قياسها 130 درجة ثم نصفها بالمنصف. تمام. يبقى احنا أول حاجة هنجيب المسطرة وناخد أي قطعة مستقيمة، وهنحاول نعمل نقطة عشان أقف عليها بالمنقلة، وهبدأ أقيس الزاوية. هقف هنا طبعا كده نقطة الارتكاز، وهنقيس 130. هنبدأ نعد من الصفر من الداخل لحد ما أوصل 130 درجة. طبعا هناخد نقطة في الخارج ونوصلها بالمسطرة، يبقى دي 130. أكتب له الزاوية، يبقى دي البي، وهنا برضو السي، هنا الاي، يبقى اي بي سي 130 درجة. ثم نصفها بالمنصف بي دي. طيب هننصفها بالمنصف بي دي، أصبح معانا هنستخدم الفرجار لأن قال استخدم الفرجار. اهو هنبدأ نعمل فتحة، أي فتحة، المهم نعمل تقاطع مع الضلعين. يبقى ده التقاطع من الأول، وهنبدأ نقف بالسن عند نقطة التقاطع الأولى. احنا هنا في تقاطع مع الضلعين. هنبدأ نقف بالفرجار تاني هنا، ونفتح زاوية. يعني هنحاول أكبر من، يعني ممكن نكبرها شوية مفيش مشكلة، يعني ممكن نعمل فتحة أكبر شوية. وهنعمل خطين، ادي القوس الأول، والطرف التاني برضو نفس الكلام، هنقف عند النقطة التقاطع ونعمل نفس القوس. يبقى احنا كده لاحظنا ان القوسين اتقاطعوا في نقطة، هنوصل بالمسطرة من البي للاي. طب احنا بنقول استخدم المنقلة، حاضر هنستخدم المنقلة نقيس الزاوية. هنلاحظ لو حطينا الزاوية هنا في النص، المفروض ال 130 على الاتنين كام؟ 65 درجة. فعلا هي في النص، ادي 65. ولو لفينا المنقلة وقفنا عند النقطة دي هتشاور برضو على الكام؟ على ال 65. فهو بيقول لا استخدم المنقلة، هنجد إن الزاويتين كل زاوية بتساوي كام؟ 65 درجة. هننتقل نشوف السؤال اللي بعده رقم 2. هنا طبعا جايب لي محورين إكس وواي، نعملهم الأول. طالب مني انعكاس حول محور الإكس. يبقى احنا عندنا محورين، أدي الإكس والواي. هنبدأ نمثل النقاط الأول، أدي الإيه 0 و4. هنعمل سهم ونقول له انعكاس حول المحور إكس، يبقى نغير الإحداث الواي. يبقى نحط الصفر ونغير مين؟ الأربعة تبقى -4. طب النقطة B 3 و0، انعكاس حول الإكس، يبقى البي شرطة، يبقى 3، وهنا الصفر ما بتغيرش. طب آخر نقطة اللي معانا 0 و4، هنعمل لها انعكاس حول محور إكس، يبقى السي شرطة 0 و4. هنبدأ نقسم دي كده، طبعا بتبقى في كراسة اللي هي الرسم البياني أفضل. 1 2 3
4 5 -3 وهكذا -4 -5. أول نقاط معانا هنمثل المثلث الأول 0 و4. يبقى أبدأ أول حاجة 0 و4 ده أول نقطة ونسمي دي إيه. 3 و0 أدي B. 0 و4 يبقى إحنا أول حاجة 0 و4 و3 و3 و0. آخر نقطة دي إحنا قررناها دي 3 و5 آسف دي 3 و5 هتبقى 3 وكام؟ -5 لأن إحنا بنعكس حول الإكس. النقطة C 3 و5 هناخدها يعني تقريبا هنا كده. هنوصل بالمسطرة ونكون المثلث. يبقى احنا كده معانا ABC دي المثلث الأول. هنبدأ نرسم المثلث الثاني اللي هو A شرطة B شرطة C شرطة 0 و4. أدي أول نقطة. بعدها يبقى دي A شرطة B شرطة 3 و0 يبقى الB شرطة هي نفسها مين الB. وآخر إحداثي معانا 3 و5 هيبقى موجود هنا برضه C شرط. هنبدأ نوصل برضه بالمسطرة ما بين الثلاث نقاط. يبقى احنا كده كونا شكل المثلث. يبقى فعلا حدث انعكاس حول محور الاكس. يبقى احنا نتأكد يبقى التغيير حول انعكاس حول محور الاكس من غير الاحداث الواي والعكس. اخر سؤال معانا السؤال الثالث. ارسم المثلث اي بي سي الذي فيه اي بي ب5 سم. هنجيب المسطرة ونبدأ نقيس 5 سم. يبقى هنبدأ نقيس من عند الصفر لحد ال5. طبعا ما انساش الرموز اكتب الاي والبي ودي كده 5 سم. بعد كده بقول لك قياس زاوية ايه. هنقف بالمنقلة عند زاوية ايه. يبقى أول حاجة هنقف هنا ونقيس زاوية قياسها 50 درجة. يبقى قيس هنا زاوية قياسها 50 درجة. هبدأ أعد من الصفر من الداخل لحد ما أوصل كام 50. ده أول حاجة. هرجع أرتكز عند الوضع عند الزاوية بي ونبدأ نقيس زاوية قياسها كام. هنا بقول 40 درجة. نفس الكلام هبدأ من الصفر من الخارج وناخد نقطة عند مين ال40. وبالتالي يبقى احنا هنا خدنا قياسات الزوايا. هنا ال A ب40 ال A ب50 آسف 50 وهنا 40. فهو بيقول لي قيس لي الزاوية الثالثة. طبعا 40 و50 90 المفروض الزاوية الثالثة تكون قائمة. هنشوف الكلام ده بالمنقلة. هنتأكد. هنقف عند السن الارتكاز ونبدأ نقف عند أي ضلع من ضلع الزاوية. فعلا هنلاقي الزاوية قياسها كام. يعني بالظبط هنلاقيها كام 90 درجة. وبالتالي هنقول له يبقى إذا قياس الزاوية الثالثة هتساوي كام 90 درجة باستخدام المنقلة. وبكده يكون انتهينا من حل الثلاث نماذج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.